هعمل معاكم النهارده بيتي فور من 4 مكونات بس، ومش هنشكله ولا بكيس حلواني ولا بقمع سيليكون، هنشكله بالازازه دي. ايوه، البيتي فور ده ب4 مكونات وما فيهوش زبده على فكره، وبيضه واحده، وهنشكله بالازازه دي. ولو اول مره تعملي بيتي فور، تابعي الفيديو للاخر بالطريقه وبالمقادير، هتعملي احلى بيتي فور. تعالوا نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام، عشان ربنا يبارك في شغلنا. ونشوف هنعمل ايه خطوه بخطوه. معايا كوبايه من السكر الناعم طحناه في البيت، وزي مقدار السكر سمنه، بس السمنه بتاعتي ساقعه. دخلتها التلاجة قبل ما اشتغل بحوالي 4 ساعات عشان تسقع، لان الجو حر جدا. مقدار السكر قد مقدار السمنه، ونفس الكوبايه، يعني الكوبايه اللي تعايري بيها السكر هي اللي تعايري بيها السمنه هي اللي تعايري بيها الدقيق. اهم خطوه بقى عشان ينجح معاكي البيتي فور، لازم السمنه والسكر يندمجوا مع بعض لغايه ما يدوني قوام شبه الكريمه بالظبط. يبقى السكر يدوب تماما في السمنه ويدوني قوام كريمي فاتح. لو حضرتك مش هتشتغلي بسمنه وهتشتغلي بزبده، يبقى الزبده تطلعيها من التلاجة قبلها بساعتين، تكون بدرجه حراره المكان، عكس السمنه خالص. انا بشتغل النهارده البيتي فور بسمنه صناعي، سمنه صفراء، لان بتديله لون حلو قوي في الخبز، عكس السمنه البيضه. بس مسقعاه، وهضرب بقى السكر مع السمنه زي ما قلت لكم، دي اهم خطوه. طبعا ممكن تضربي المكونين دول مع بعض بالمضرب السلك اليدوي، عملت قبل كده فيديوهات مع حضراتكم كتير. خفقت السكر مع السمنه بالمضرب اليدوي واداني نفس النتيجه، بس هي بتاخر شويه في النتيجه. لكن المضرب الكهرباء انا استعنت بيه النهارده عشان انبجهم مع بعض بسرعه، خصوصا ان احنا الجو حر، وانا مش عايزه السمنه تسخن مني عشان ما تفصلش، عشان البيتيفور يطلع معايا ناعم ودايب، ما يطلعش ناشف. مهم قوي 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 التركه الاولانيه دي بين السمنه والسكر. ما ينفعش تضربيهم كده دقيقه وخلاص وبعدين تضيفي بقيه المكونات، هيطلع معاكي ناشف ومحجر وهيفرش منك في الفرن. لازم تفقيهم لغايه ما يبقوا لون الكريمه بالشكل ده، السكر يبقى دايب تماما. ما تنزليش باي مكونات تاني غير لما تشوفي الخطوه دي قدامك. انا بقول لك كل التريكات في الاول لان دي هي اهم خطوه. لازم تديهم راحتهم كده في الضرب بالشكل ده، يبقى ناعمه وكريمي وما تحسيش بالسكر. طبعا السكر انا طحناه في البيت، يفضل ما تشتريش سكر ناعم بودره للنواعم خصوصا. اعملي بيه مخبوزات او اي حاجه، لكن للنواعم اطحني السكر في البيت وانخليه. دلوقتي هنزل على الكوبايات السكر وكوبايات السمنه بعد ما وصلوا للمرحله دي ببيضه تكون بدرجه حراره المطبخ، برضو مطلعاها من قبل ما اشتغل بشويه، وعليها ربع معلقه من الفانيليا البودره. انا ضفتها على البيضه عشان احيانا بنساها، فانا حطيت معلقه الفانيليا على البيضه ونزلت بيها على بقيه الخليط. هديهم برضو ضربه حلوه كده مع بعض عشان كل المكونات تندمج مع بعض. دلوقتي هضيف معلقتين من النشا ممسوحين، وربع معلقه صغيره من البيكنج باودر. شايفين المعلقه على طرفها كده، ربع معلقه من البيكنج باودر، وذره صغيره من الملح، طبعا مهمه في كل الحلويات. طب انا ليه ضفت النشا والبيكنج باودر الاول على الخليط قبل ما اضيف الدقيق؟ هقول لحضرتك علشان انا ممكن ما استخدمش كل كميه الدقيق اللي انا مجهزاها، فيتفضل معايا دقيق مخلوط عليه نشا وبيكنج باودر. فانا عشان اخد كل الكميه بتاعه النشا والبيكنج باودر نزلت بيهم على الخليط، ومجهزه جنبي 2.5 كوبايات من الدقيق منخول جميع الاستخدامات. انا بستخدم دقيق جميع الاستخدامات يا جماعه، بجيبه سايب كمان، مش بجيبه اكياس ولا فاخر ولا حاجه، بس تجيبيه من مكان مضمون ومحترم يعني. دقيق جميع الاستخدامات بعمل بيه كل حاجه. طبعا انا مجهزه 2.5 كوبايات، نفس معيار الكوبايه بتاعه السكر والسمنه هي كوبايه الدقيق، اللي هو مج الشاي اللي في المطبخ بتاعنا كلنا. بنزل بالدقيق شويه بشويه، وهبدا ان انا الم العجينه زي ما وريتكم كده بطراطيف صوابعي، مش براحه ايدي خالص، طراطيف صوابعي كده. اي نواعم بنلم الدقيق لغايه ما يختفي. انا مش عايزه العجينه الهواء اللي انا عملته في الاول يخرج منها، عشان البيتيفور بتاعي يبقى كده هش ودايب زي ما انتم عارفين، ويبقى مقرمش وفي نفس الوقت دايب. بصوا اول ما الدقيق بيختفي خلاص كده، بس بشوف العجينه تنضف الطبق، يعني اول ما العجينه تنضف الطبق وتبقى مش ملزقه، هي عجينه البيتيفور مش ملزقه، وفي نفس الوقت تحس ان العجينه كده جواها هوا ومسام، مش مكتومه ولا ناشفه، لينه وما لزقتش في ايدي، وخلاص نضفت الطبق ومش ملزقه. طبعا انا كنت هعمل العجينه بتاعه البيتيفور النهارده، بصوا عامله ازاي، مش مكتومه خالص، ناعمه، وتحس كده ان العجينه كده كلها هوا. انا هشتغل البيتيفور طبعا بالبلبله بتاعه البيتيفور اللي هي ده شكلها، طبعا بنجيبها من محلات مستلزمات الحلواني، بس للاسف انا عندي القماش اللي كنت بعمل بيه النواعم اتقطع بقاله كتير عندي جدا، وطبعا مع كتر الاستخدام شقق بقى وباظ، ما عادش ينفع خلاص.
والقمع السيليكون طبعا برضو عمره الافتراضي انقرض. فانا شفت بصراحه الفكره دي مش فكرتي، الفكره دي انا شفتها بس عجبتني جدا، وعايزه اقول لكم ان انا اول مره اجربها معاكم. يعني انا جبت الازازه بتاعه الميه وشلت ال الفوهه بتاعتها بس، يعني هي الفوهه الازازه بس، الحته العنق بتاعها بس، ما بناخدش من جسم الازازه حاجه، هي العنق بتاعها بس. ازازه الميه دي حلوه قوي بصراحة، أول مرة استخدمها قدامكم بأمانة. وقلت الفيديو بقى يعني إيه، أنا ونصيبي، يعني لو نجحت معايا هكمل الفيديو وهنزله، لو فشلت طبعا هشكل البيتيفور بأي حاجة تانية وهعمله شكل بسكوت وخلاص، وأمري لله. لأن فعلا الإقماع عندي يا جماعة باظت، وكسلت بصراحة إن أنا أنزل أشتري إقماع، وعايزة أعمل حاجة حلوة كده جنب الشاي. فشفت بصراحة الفكرة بتاعت عنق الإزازة دي، إن أنا أحط عليها البلبلة بالشكل ده زي ما انتم شايفين، وبضغط عليها، عجبتني قوي. خصوصا بعد ما شفت اول رسمه كده فرحت جدا، يعني حسيت ان فعلا الدنيا ما بتقفش على حاجه، ان احنا ممكن بشطارتنا كده وبحاجه بسيطه ان احنا نستبدل حاجه مكان حاجه بكل سهوله وفيها توفير والله. يعني انا كنت هنزل اشتري كيس سيليكون بالشيء الفلاني دلوقتي اكيد. فبالفكره البسيطه دي انا لمحتها كده، مش فاكره فين بالظبط بس عجبتني، وقمت قلت لا انا لازم اجربها بصراحه. فرصه ان انا من زمان قوي ما عملتش بتيفور، وفي نفس الوقت عايزه اعمل حاجه حلوه جنب الشاي، اقتصاديه وموفره. وزي ما انتم شايفين كده باربع مكونات بس عملنا البتيفور، وشكلناه بالازازه كده، بالفوهه بتاعه الازازه او بعنق الزجاجه ده بالشكل ده. بصوا الرسمه جميله جدا. اهم حاجه ان انت يكون عندك البلبله بتاعه البيتيفور. انا كنت شاريها طبعا من زمان جدا، من حوالي سنه كده او سنتين، كانت تقريبا ب20 جنيه، اللي هي بتاعه بلح الشام والبيتيفور. بتاعه بلح الشام بتبقى كبيره شويه، بتاعه البيتيفور بتبقى الوسط، والاصغر منها بتبقى الكريم شانتيه. دي الوسط بتبقى بتاعه البيتيفور، بتديني الرسمه الحلوه دي. انا اصلا معتاده ان انا بحب الرسمه دي جدا. ممكن كمان لو كان عندي شوكولاته بقى كنت زينته لكم بشوكولاته وعملته بكاكاو كده، بس ان شاء الله ملحق. بس انا كانت كل غرضي ان انا اجرب بس الفكره بتاعت الازازه ديت اللي بيتسند عليها البلبله بتاعت البيتيفور وبتشكل. طلعت جميله جدا. بصوا سهله ازاي وحلوه قوي بقى. العجينه ما بتسخنش في ايدك، بتحطي حته صغيره وبتضغطيه بتنزل معاكي في منتهى السلاسه. ما تقطعيش من الازازه حته كتير، قطعي حته الفوهه بس بتاعت الازازه، بحيث ان البلبله ما تبقاش ملامسه الصينيه، يبقى في فرق بسيط جدا بين البلبله والصينيه بالشكل ده. بصوا عملت الرسمه جميله جدا. انا مش قادره اقول لكم فرحتي ازاي لما لقيت لان انا ما بحبش اشتغل ممكن تشتغلي بالقمع لوحده، يعني بالقمع لوحده تضغطي العجينه وتنزليها، بس بحس ان انا ايدي بتوجعني، وبحس ان الرسمه بتبقى مش مظبوطه. لكن دي تحس ان انت متحكمه. بصي بتسند ازاي على الصينيه وبتقف متحكمه، كانك شغاله بمكنه، كانك مشغله بمكنه بتوفور بالظبط، ايدك بتتحكم. ما بحبش اضغط العجينه جوه القمع كده من غير حاجه سنداه، بحس ان انا الرسمه ما بتطلعش مظبوطه، يا اما العجينه بتسخن في ايدي، مش عارفه ما بتظبطش. لكن دي بصي بتسند على الصينيه، بصوا، وبكل سلاسه وبكل بساطه بايد واحده. والله انا اول مره يا جماعه اجرب الفكره دي معاكم، انا ما عملتهاش قبل كده، بس مش عارفه جالي احساس كده ان انا عايزه يعني ناس كتير جدا كانت تقول لي جايبه الكيس منين، جايبه القمع السيليكون منين، طبعا قبل ما يبوظوا فيديوهات قبل كده. فالنهارده الفكره بتاعت النهارده تخليكم تعملوا البيتيفور بطريقه سهله جدا، بس زي ما قلت لك اهم حاجه يكون عندك البلبله دي. اسنديها باي رسمه بقى للبيتيفور بتحبيها، اسنديها على حته الازازه اللي احنا قطعناها، اللي هي عنق الازازه، وهتعمل جميله جدا. ولا ايدك بقى هتترعش ولا هتشتغلي بايدتين في الحر والجو اللي احنا فيه ده. هي بتقف على الصينيه كده وبتدوسي عليها بتنزلك الرسمه وخلاص. فكره بصراحه رهيبه. يا ريت بقى تشيروا الفيديو وتعملوا لايك كتير علشان كل الناس تستفيد. وبندخل بقى صواني البيتيفور على درجه حراره 200 عشان الرسمه ما تروحش. بصوا الجمال ده 4 مكونات بس. حطينا ايه لو تفتكروا؟ حطينا سكر وسمنه ودقيق وبيضه، وطبعا لازم جدا ربع معلقه البيكنج باودر ومعلقتين النشا، دول شيء اساسي. ولا حطينا زبده ولا حطينا حليب ولا حطينا زيت ولا اي حاجه خالص. وصفه النهارده البيتيفور لازم تجربوها. كوبايتين دقيق عملوا معايا الطبق الحلو ده كله. طبعا لزوم بقى الشاي، ما ينفعش الشاي في الصيف وفي الاجازه كده من غير حاجه، لازم نعمل اي حاجه. والحمد لله اتصرفنا وعملنا البيتيفور. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وزي ما شفتم كده عملنا احلى بيتيفور بالازازه البلاستيك، وفرنا القمع السيليكون. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وشيروه لغايه ما كل الناس تستفاد، وبعتوه لحبايبكم واصحابكم. واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية في حفظ الله.